شفتوا القصه اللي غادي نحكي لكم اليوم جات كجواب رائع مع قانون المدونه جديد اللي صراحه فرحت لكل متضرره حيت غادي يكون في صالحها. ولكن هذه القصه غادي يسقط قدامها هذه القوانين كلها، حيت ببساطه فاش انت اولا هو ما كتدخلوش على الطمع لواحد العلاقه وكتدخلوا بصدق النيه، ما تيهمكمش شنو تزاد وشنو تحيد، حيتاش كتوليو كتخافوا ربي في بعضياتكم، ونتيجه العلاقه كتكون كتبان من البدايه ديالها. ما تمشيو فين وباش تستافدوا من عبر هذه من ناحيه، ولكن من الناحيه الثانيه هي كل انثى مقبله على الزواج خصها ضروري تشوف هذه القصه باش اذا جاب الله وقع لها نفس ما وقع للنور تعرف شنو غادي دير وبلاتي هي احسن. سلام مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي ليك المؤنسه ديالكم، عادت اليكم من جديد في حلقه جديده وعبره جديده. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه واحوالكم طيبه. اذا كنتي جديد على القناه تنقول لك مرحبا بك، واذا كنتي من اهل الدار دارك. خير ما تعطلش عليكم اكثر، ما تنساوش انكم تضغطوا على زر الاعجاب اللي تحت، ما تكلفكم حتى شي مجهود، ونقول لكم بسم الله يلا لنبدا. انا نور ماشي جديده عليكم، ولكن اذا كنتم مازال باقيين كتذكروني راني حكيت لكم شكون انا وكيفاش كبرت وكيفاش كافحت في الحلقه 107. اذا كنتم بغيتوا مازال تعرفوني اكثر قبل ما تبداو في هذا الجزء، لكن اذا ما شفتوش دوك الاجزاء الاخرين ماشي مشكل، يمكن لكم تشوفوا هذا الجزء لانكم غادي تفهموا التتمه باختصار وجد مفيد. في دوك الجزئين اللي دازوا من حكايتي كنت خليتها فاش انه بابا غادي ينتحر بسبب السحر، وفي اخر القصه كنت قلت لكم بلي انه لقيت واحد الانسان اللي غادي يبغيني ودرنا الملاك وبدينا حياتنا. لكن الجديد من بعد داكشي اللي عاودت لكم انه ربي ما كملش علينا، وهنا فين غادي تبدا مرحله جديده من حياتي واللي هي صعيبه بزاف، لكن النهايه غادي تعجبكم. هو صراحه ماشي ربي ما كملش، ولكن نقدروا نقولوا بلي انه كنت غادي نضيع راسي، كنت غادي نموت ولا توقع لي شي حاجه لو كان بقيت مع داك السيد، لانه فجاه لقيته كيتلاعب بالتواريخ نتاع تحديد نهار زواجنا، ودخلنا في واحد الدوامه اللي هي كبيره ديال الشك والغيره والضرب والتهديد بقوه ما العلاقه بدات كطوال مع بعضنا وحنا مازال غير في فتره الخطوبه. وصلت بيه الدرجه باش انه يجي لعندي حتى للدار ويغوت، وتما فين قررت انني نحبس كل شيء، حيت ربي وراني المستقبل نتاع هذه العلاقه اذا مشي حتى قررت انني نكمل فيها. فقبل ما ناخذ هذا القرار القطعي ما غاديش ندوي لا مع ماما ولا حتى مع ماماه، ما تشاورت مع حتى شي حد، نيشان غادي نتوضا وغادي نصلي زوج ديال الركعات كاستخاره. ديك الليله غادي يجيني واحد يقين وثقه باللي انه غادي نسالي ديك العلاقه وما غاديش نشوف فيها راسي لقدام، لانه ببساطه ولا كيمسني في شرفي وفي عراضي وباغي شي حوايج اللي ما يمكنش. وليت كنفهم باللي انه خطبني غير باش انه يحلل العلاقه ديالنا ويوصل لشي حوايج اللي مازال عليهم الوقت. حبست وعاد غادي نقولها لماما باللي ها شنو تنعيش مع هذا الانسان. واش متيقنه بنتي نور باللي انك ما غادي ترجعي ولا غادي تضري بصحته من بعد هذا القرار؟ قلت لها انا متاكده، وفعلا بقيت داك القرار ديالي. غادي نبقى خدامه معاه في نفس المدينه حيت كان خدام حدايا، غادي نبقاو خدامين لمده 3 شهور وانا كنعاني منه في الصباح في الليل، وهو تابعني غير رجعي ليا. انا عندي نيشان مادام ما اديتوش وهو اللي ضرني واداني فما بقيتش حاملاه. ساليت معاه ودازت فتره، ماما جاتها واحد الصديقه ديالها وقالت لها لا فلانه راني بغيت بنتك نور اللي هي عندي عزيزه الخويا وعطاوه شي فرصه. قالت لها ماما راه يلا خارجه من علاقه، ما كنظنش بلي انها غادي توافق على علاقه واحده اخرى. هي بقات كتحشم ماما، وماما بقوه ما حشمات منها بزاف غادي تعيط ليا وتقول لي يا نور اشنو كاين واشنو كاين. ما نكذبش عليكم جاني انهيار عصبي، بديت كنقول لها لا لكن فاش هي اصرت ما بقيتش انا حامله. وليت نقول لها واش بغيتي تهناي مني يا ماما؟ واش ما بغيتيش الناس يقولوا بلي انا فسخات الخطوبه ديالها؟ علاش زعما مصره على هاد الزويجه الثانيه؟ مع العلم انه الاخت نتاع هذاك السيد كانت كتقنعو بالزواج وحتى هو ما كانش بغى. بقات ماما معايا لا عطيه فرصه غير هضروا، اذا ما تفاهمتوش صافي فرقوا الجوقه. غادي يعطيو النمره ديالي وغادي يصيفط لي ميساج سلام لاباس بخير سلام لاباس بخير. هو بحكم انه تيخدم في مجال المخزن غادي ندوي انا وياه، وبحكم انه المشكل اللي وقع ليا فبداو دارنا كيقولوا لي ما تعطيش التفاصيل ديال حياتك وخبي عليه وهذه. انا شديت هذا السيد قدامي وحطيت ليه جميع تفاصيل حياتي كاملين، ها شنو كاين في عائلتي وفي الماضي ديالي وحتى مع السيد اللي كنت معاه، وها علاش ساليت. غادي نتفاجئ بلي انه ما عندوش مشكله مع الزواج او الانسان اللي يكون معها، ولكن ولد عمو اللي هو بمثابه خوه تزوج شي وحده اللي هي ما صدقاتش.
وبحكم انهم كانوا عايشين في دار وحده فعقدتهم كاملين من الحياه نتاع الزواج. غادي يشرح ليا حتى هو هذا الشيء، وغادي يقول لي همناش خايف حتى انا، ها شنو كاين وها شنو كاين. بدينا كنهضروا، وهنا فين بغيت نقول للبنات بلي انكم عمركم تقولوا بلي انا ولاد الناس تسالاو، ولا نخليه ولا نخبي ولا ما نقولش. اللي مربي مربي، واللي محترم راه محترم، واللي غيتفهمك غيتفهمك. بديت كندوي معاه من شهر 10 وما غادي يجي لدارنا حتى شهر 11. بحكم خدمته كانت مانعه باش انه يتحرك. درنا تعارف، واقسم بالله داك الشهر كامل ديال التعارف عمرني ما سمعت منه كلمه واحده خايبه، ولا حتى كانت بشي طريقه اللي هي خايبه. تندويو مجموعين، ما هو كيبغيني ما انا تنبغيه، تندويو على اساس بلي اننا في واحد الزواج اللي هو تقليدي جدا ولاقصى درجه. بديت كنحط انا وياه النقط على الحروف، ماشي كيفاش بغيت نعيش معاه ولا فين غيعيشني ولا شنو باغا ناكل ولا الفراش، لا. الصالير ديالو اصلا ما عرفتو حتى تكاتبت انا وياه. الحوايج اللي تيقلقوه وما يقدرش يتنازل عليهم، والحوايج اللي كيقلقوني حتى انا وما نقدرش نتنازل عليهم. حطينا التفاصيل ديال حياتنا كلها، لدرجه واحد الوقيته بدنا كنضحكوا على راسنا لانه ما خلينا علاش ندابزو. دازت شهر وغادي يقول لي بلي انه نور جا الوقت باش تجي لدارنا انهم يخطبوك رسميا. بحكم العم ديالو كان مريض وكانوا ساكنين في دار وحده، مربي مع ولاد عمو، وبعضياتهم تيقولوا وبعضياتهم ولاد عمه ولاد خوالو داكشي كامل تيقولوا لبعضياتهم خوتي. لحد الان ما كان حتى شي مشكل، من غير فاش انه غادي يتصل بواحد ولد عمو اللي هو كان مزوج وقال ليه راه بغيت ندي واحد البنيته وراه خدامه في البلاصه الفلانيه وها شنو ها شنو ها شنو. الاخر نقص قال ليه لا، البنت خدامه وحنا ساكنين في منطقه اللي هي فلانيه واللي هي قرويه، وهي اصلا ما غاديش ترضى بالمعيشه ديالنا وماشي من المستوى ديالنا. بقى كيدخل وكيخرج معاها في الهضره وما بغاش يتزوج ببساطه لانه كان كيساعدهم ماديا بمبالغ اللي كانت مهمه. فاذا تزوج طبيعي بلي انه ما غاديش يبقى كيحط كيف الاول او لا نهائيا، حيتاش غادي يدخل في واحد المسؤوليه اللي هي واحده اخرى. هو فاش قال لي هاد الهضره وتناقش معاه فيها، انا لا غدي كنت خارجه من الخدمه وانا تندوي معاه، حتى داك الخطيب القديم ديالي غادي يتعرض ليا في الطريق. بديك الخلعه قلت ليه بعد مني وغادي نغوت. لما حط عليا يديه شافوه الدراري اللي هما معايا في الخدمه وجاو تحماو عليه وضربوه. سولني مالك ياك لاباس؟ قلت ليه الصراحه وها شنو كاين، واخا سيري للدار دابا ارتاحي. ويقطع ليا التليفون لمده 3 ايام. قطعوا عليا من الجمعه حتى نهار الاثنين، عاد غادي نعيط ليه وما تيجاوبنيش. هو واش غار ولا بقى فيه الحال؟ المهم مشى تيعاود لولد عمو شنو طرا، اللي تيقول ليه خويا ايوا شتي انا هاد الشيء اللي قلت لك وغادي تغرق راسك والماضي ديالها غادي تبعها، وشفتي الغرقه ديالي انا بعدا كيف كانت. غادي يقلب ليه دماغه. هو غادي ينوض يدوي مع خواتاتو وقالوا ليه لا راه هاد البنت صرحاتك، ولو كانت شي حاجه او لا شي وحده اللي هي خايبه كاع ما غادي تصرحك. مع العلم بقيت كنلوم في راسي وتنقول يمكن ماما عندها الحق، يمكن ماشي كان عليا انني نقول كل شيء، ولكن انا كنت مرتاحه في النفسيه ديالي لانه ببساطه ما كذبتش. انا نهار درت صلاه الاستخاره قبل ما نعطيه فرصه عاهدت راسي بلي انه ما نخبي عليه والو، واخا نعرف بلي انه ديك الحاجه غادي تفرقني انا وياه ما غاديش نخبيها باش نعيش بضميري اللي هو مرتاح وتكون هاد العلاقه حلال وواضحه. فخديت القرار وانا مقتنعه به، واخا عائلتي كانوا ضد. غادي يعيط ليا نفس النهار اللي هو الاثنين ويعتذر مني، سمحي لي نور راني ما جاوبتكش، عقلي راه ما كانش معايا. غادي دوز ليا خواتاتو باش انهم يعتذروا ليا في بلاصتو. انا دويت معاه بكل صراحه، اذا كانت شي حاجه مقلقه كفلان او لا غادي تبدا كتفكر فيها نوقفوا من دابا، انا ما عنديش مشكل، انا خاصني نعيش صريحه ومرتاحه في هذه العلاقه. غادي يعتذر وغادي يجي شهر 11 وغادي يبغي يجيب لي الحوايج، ولكن بحكم انه عمو كان مريض فقلت ليه لا حشومه بلا ما انك تجيب لي شي حاجه، خلي حتى يولي عمك بخير واجيو مجموعين وجيب معاك ديك الساعه اللي بغيتي. المهم جا هو واللي معاه في الدار وكانت جلسه طويله وتقريبا اول شوفه مباشره معاه. سالات ديك الليله على خير وكل واحد فينا غادي يرجع للخدمه ديالو. غادي نبقاو حتى شهر واحد وخرجت لينا لوتوريزاسيون ديال الزواج من الخدمه ديالو ومشينا درنا العقد بزوج بينا ومعنا ماما وماما فقط. وبحكم بلي انه ما عنديش بابا فقال لي حتى انا ما غاديش نجيبه باش ما تحسيش بشي احساس اللي هو خايب. مشينا وعقدت معاه ورجعنا لخدمتنا. بدينا كنفكروا فوقاش نديروا العرس. هاد المره ما غاديش ندير اعلان لزواجي وغادي تكون غير عائلتي الصغيره وخوالاتي واقرب المقربين. ما قلت لا توقيت ديال العقد ولا حتى شي حاجه. في هاد الفتره كان كيجيني حريق في كرشي وكيمشي وبقاو عاقلين على هاد اللقطه، وكنت نقول بلي راه غير من الاعصاب وبالستريس والخدمه والقولون العصبي. وكانت كتجيني الرجعه او الرده بزاف عزكم الله.
بديت كنهضر انا وياه، علاقتنا غاديه وكتزيد كتطور وتنولفوا بعضياتنا، وبدينا كنحسوا بشي حاجه من جهتنا. غادي نديروا العقد في شهر واحد وباقي ما جيتش عنده للدار. كنساينو باش انه نديروا العرس هو الاول. علاقته بعائلته اللي معاه في الدار اللي مشاركين معاه اراضي وغيرها بدات كتزعزع نوعا ما. علاش ما علاش ولدكم غادي يتزوج، الا انه عجوزتي وشيخي ولويساتي كانوا مصرين باش انه يتزوج بيا، حيت كانوا كيشوفوه بلي انه غير تيخسر في فلوسه. انا في هادشي كاملو ما فراسي حتى شي حاجه، ما فراسي ما يتعاود. وكنوجد العرس ديالي ما بقى ليه والو. في رمضان غادي نحبس الخدمه باش انني نتفرغ للحفله ديالي. من بعد رمضان جيت جلست مع ماما في انتظار عرسي واللي غادي ديروا ليا ماما واخا ما عندهاش. دات كلشي مزيان وكلشي فرح معايا وكلشي كبر بيا. درنا عرس عندنا ودرنا عرس عندهم بالتقاليد ديالهم واللي فيها. كنت كنشوف بنات ولاد عمو مزيرين من جهتي وقلت نظره. انا من النهار الاول داخله تنقول اصلا ماشي سوقي، اللي بغى يقول شي حاجه يقولها، اللي بغى يدير شي حاجه يديرها. اللي تيهمني هو عائلته المقربه من والديه وخوته. من مور عرسه في العروبيه غادي نبقى يومين تما، والنهار الثالث بحكم دوك بنات خوالاتو غادي يرجعوا فحالهم، فبغيت باش انني نرجع للدار اللي كريت انا وياه ونعرضهم ونكبروا بهم، حيت هما كانوا عياو في العرس وصاف. الجمعه كان عرسي، السبت كان عندهم، والحد ارتحينا فيه. اثنين بالعشيه جيت لداري انا وماما وخالتي اللي لحقات علينا حتى هي باش انها تعاوننا، وراجلي باش انا والثلاث نعرضوهم. مع العلم باللي انه الدار عندي ناقصها بزاف ديال الحاجات. جات ماما هي اللي كملت داكشي وشرات هي وراجلي شنو خاصني ودرنا عراضه اللي هي كبيره. مع العلم باللي انه العاده ديالهم شنو هي، هما اللي جايين عندي هما اللي خاصهم انهم يطيبوا ويوجدوا ويجيبوا عندي للدار غير باش يتجمعوا معايا ونزيدوا نتعرفوا على بعضياتنا. ولكن هما يديروا كل شيء هكا كانوا كيديروا مع بناتهم، وحتى هو هادشي اللي كان في راسو. فاش عيطت ليه ماما قالت لي راه ما بغاوش وانتوما اللي غادي تطيبوا. ولكن انا ما حسيتوش بلي انه كاين شي مشكل اللي هو كبير. قلت ليه صافي راه حنا اصلا اللي بغينا نطيبوا وهما راه مساكن عياو ما فيها بس، الاهم هو نتجمعوا ونشطوا صافي. غادي نعرضوهم. ماما وخالتي وجدوا كلشي وجاو لعندنا دخلوا للدار، وبحكم انني ساكنه في منطقه اللي فيها الرواج وفي واحد الشارع اللي هو كبير، فغادي يدخلوا عندي يشربوا حدهم اتاي ويخرجوا في نفس الدقيقه باش يتقداو وغيرجعوا عاوتاني يتعشاو ومشاو في حالهم. زعما حيلا جاو غير كلا وداروني طريق ومشاو في حالهم، ما جلسوا ما نشطنا ما ضحكنا ما عطاونا وقت. لحد الان الحاجه المهمه اللي باقي مازال ما ذكرتش لكم واللي عليها الاساس وبزاف ديال البنات كيعانيو منها وما تيعرفوهاش وما تيعرفوش كيفاش يخرجوا منها، لدرجه انها ولات عقده في المجتمع ديالنا. عاد غادي نعاودها لكم. خصكم تعرفوا بلي انا وسط هاد الشيكول وهاد الهيلاله وهاد الروينه بلي انه راجلي مازال ما دخلش عليا. وسمحوا لي على هاد الجرأه، هاد المرحله غادي تكون شي شويه جريئه. نهار عرسي فاش مشينا للوطيل ما قدرتش لانه شدني الخوف وهو ما بغاش يضغط عليا. فجينا لدارهم جاتني الدوره الشهريه ديالي اللي كتجلس فيها واحد المده اللي هي طويله. مشات ماما في حالها. من بعد اسبوع انا وياه بقينا الراس في الراس. سالت مني الدوره وغادي نديروا محاوله، لكن ما غاديش نقدر. غنبدا كنغوت وغادي نقول ليه بلي انه فيه واحد الحريق اللي هو مجهد اللي كنت قلت لكم بلي انه كان تيجيني من قبل. هنا غادي نقرر انا وياه انه هذا المشكل اللي بقى ما بيني وما بينه ما هو يعاودوا لمو ما انا نعاودوا لمي، حيت اذا شاركتوا معاها غادي تقول لي راه عندكم الثقاف وسيروا ديروا فعلوا ومو كذلك. المهم طولت الدعوه لمده 3 شهور من المحاوله، ولكن مازال ما كاين والو وانا غير كنتالم الم اللي كان غير عادي وبعيد على الخوف. من بعد غادي يولي كيشدني داك الحريق في كرشي وغادي نبقى كل ما نعس غنبدا كنحلم باحلام خايبه ونغوت ونهضر بزاف بالليل، وغتبقى كتجيني واحد الترخوينه كل مرخيه والالم في صحتي كلها والمفاصل ديالي، لدرجه واخا كنت نشرب اللي شربت داك الحريق ما كانش كيدوزني بالدواء. سمحوا لي على هذه الجرأه، لكن هذا الموضوع انا عارفه بلي انه كتعاني منه شحال من انثى. المهم بقينا بحال هكاك، واخا وليت كنبغي نجلس معاه بالليل وكنبغيه وراجلي. في ديك اللحظه كان تيبان ليا كحل وما تيبقى حتى شي احساس من جهته، لا حب لا كره لا بغيان ولا حتى شهوه. داكشي غادي يبقى كتمع عندي لداخل وما غاديش نهضر معاه فيه، مع العلم بلي انه العلاقه ديالنا زوينه وكنتمناها لاي بنت. انا كنت نازل وما كنحكرش وكنفيق معاه نطيب ليه الصباح الغداء والفطور ومهليه فيه. هادشي كله تنديرو وانا باغاه ماشي بزز مني، يعني بيناتنا واحد العلاقه ديال الموده وديال الرحمه. وتيقوني اذا كانوا هاد الزوج راه احسن من الحب بزاف. غنبقاو انا وياه حتى لواحد الليله فاش غادي يبغي يقرب ليا وغادي نبدا كنبكي وكنغوت ونقول ليه هادشي راه ماشي لخاطري، ما تقربش مني، قلبي غادي يسكت، ما بغيتش نشوفك.
هو ناض شدني عنده وبدا كيقرا عليا وكيطمئني ويضحكني بحال ما كاين والو. وهذا الشيء اللي عجبني فيه لانه من بعد هذه المده كلها الطرف الثاني ما واخدش هاد الامور باللي انه لا راه حقي ولا راه خاصني ناخذه بالعنف او لا بالزز منه. لا، بالنسبه ليا في هذه اللحظه زاد كبر في عيني اكثر واكثر. غادي نسافر عند ماما حيت كنت درت عندها واحد المشروع تمشي مره كنطلع عليه وكنعاود نرجع. هنا غادي يفاجئني بلي انه جات واحد السفريه خارج المغرب لمده 8 شهور وبقات ليه معايا غير شي ايام ويمشي. جاتني صدمه كبيره وبديت كنبكي انا وياه حيت تشبتنا ببعضياتنا. انا تنقول بلي انه منين السيد خاصو يسافر فضروري خاصني نخليه انه يتقرب مني مهما كان الثمن. غادي نحاول ولكن ما غاديش نقدر. وغادي نبات ديك الليله كلها كنتوجع بكرشي اللي كتقطع بالحريق وكنبكي الليله كامله. غادي نوض وغادي نرجع عزكم الله. هو فاش غادي يحط يديه على فم المعده ديالي غادي يلقى بحال عندي واحد الكره. شنو جاب المعده لحاجه واحده اخرى؟ ها نتوما غادي تفهموا، غير صبروا عليا. راجلي ديك الساعه غادي يقول لي نور يلا نجربوا نمشيو عند واحد الراقي اللي كانت مشات عنده واحد اختي وراه تشافات. قال لي غادي نمشيو عنده واذا كانت الحاله ديال الرقيه راه هو غادي يقول لك شنو كاين، واذا كانت عندك حاله طبيه راه غادي ينصحك ببساطه انك تمشي للطبيب. اذا نفعك راه ما غاديش يضرك، غادي يقرا عليك غير في القران. فعلا غادي ناخذ موعد معاه ومشينا. فاش دخلت بديت كنتزير وكنقول الله ينعل الشيطان، صافي ندخل اللي بغاه الله هي اللي غادي تكون. شو غادي يكون عندي انا؟ ما بيه حتى شي حاجه، انا بخير. الا وانه فاش غادي يبدا كيقرا عليا ما وقع ليا والو، ما طحت ما والو، غير هو بديت كنبكي بطريقه اللي هي هستيريه وتنحس بلي انه داك الشيء اللي كيتجمع ليا من صدري وكينقز ليا في عنقي غيطلع ليا لراسي وغادي تحول ليا لواحد الحريق اللي هو صعيب. سولني داك الراقي باش كتحسي؟ ها شنو كنحس. وبما انه ممنوع انك تدخلي عنده بدون محرم او لا ما مغطياش كاملك او لا يقيسك، فكان كيشد واحد الخشبه وكيحطها لي على كرشي البلاصه الاساسيه اللي تيشدني فيها الالم وكيبدا كيقرا عليا. في هذه اللحظه غادي يهبط لي داك الحريق من راسي وتمركز في المعده ديالي. من بعد غادي يقول لي ما تخافيش راه عندك مشكل كيوقع غير الناس ما تعرفوش واللي هو تكال من الجن واللي هو وراثي. ما غاديش يقول لي راه باباك وقعت ليه شي حاجه واش بصح ولا كيف عاودت لكم في الجزء الاول، ولكن غادي يقول لي باللي انه انت راه عندك واحد النوع من التكال من الجن الوراثي. شي واحد من عائلتكم واش كانت به شي حاجه؟ قلت له اييه الاب ديالي. غيبدا يقول لي البلايص اللي فيهم واش جاك الحريق واش شعرك تيطيح، حيت انا ديما كان عندي الحريق في الوالده ديالي. وهنا غادي يدخل مع راجلي في تفاصيل يسولوا فيهم وداكشي اللي قال لي الراقي هو اللي كاين وتنعاني منه بدون تفاصيل اكثر. ماشي ما كانش شواف ولكن راقي اللي هو شرعي، ما عنده ايات معلقين ولا حتى شي طلاسم، عنده قران وفوتي واحد العصا باش تيقيسك ولي زيكوتور باش كتسمعي بهم وكيقرا عليك. ما كاينه حتى شي حاجه اللي كانت كدل زعما على الشعوذه. غادي يقول راجلي غادي نعطيها شي حاجات باش انها تتبعهم. عطاني شي حشوب باش ندير استفراغ لمده 3 ايام وعطاني قرعه ديال الماء اللي بها ندير الرقيه وحده اخرى فيها 5 لتر وزوج قريعات اللي كندهن بهم الجسد ديالي في خلال 15 يوم. النهار الاول والثاني والثالث تجهل عليا الحريق وبديت كنحس بالدوخه وبحال غادي نطيح. النهار الثالث وانا ناعسه كنحس بداكشي غادي يتجمع ليا في كرشي فين عندي الحريق وتيخرج ليا من نفس البلاصه في ظهري بحال شي حد تيركلني من ظهري. تنغوت في فراشي وانا ناعسه. غيشدني راجلي وغيبدا يطمئني ككل مره وراكي غير تخلعتي، لا راه ظهري فلان تيحرقني. من مور هادشي دوزت اسبوع كامل وانا طايحه غير في الفراش. فاش تندير الاستفراغ كنت كنشوف الموت ما بين عينيا وكنبقى كنرد وكنسخف وما نقدرش ناكل وتيبقى فيا الحريق. الاسبوع الثاني فضل مولانا غادي نولي بخير نهائيا، ما بقات فيا شي حاجه. وعيطت ليه وقال لي واخا هكاك غير كملي باش اذا كانت شي حاجه تحيد بمره وما يبقاش لك شي اثار. في نفس الوقت اللي انا كنت نعاني فيه من هادشي كانت عجوزتي وشيخي خرجوهم خوتهم من ديك الدار اللي كانوا ساكنين فيها وعطاوهم دار اللي هي غير صغيره وقسموا كاع داكشي اللي بيناتهم ولكن ماشي بالتساوي. فاحنا بقينا كنصبروا في عجوزتي وفي شيخي وبلي انه حتى شي خير ما غادي يخصكم معنا، غير ما تخسروش مع خوتكم وما تدبزوش معاهم دلخا واحد هاد الدنيا وما تقولوا حتى شي كلمه العيب. اي حاجه بغيتوها حنا نحضروها لكم. وفعلا داكشي اللي درت انا وراجلي وربي اللي شاهد علينا. انا ما عندي حتى شي علاقه بالعروبيه وما تنفهمش فيها، فهزيت داكشي اللي قسم الله من داري ومشيت عند عكوستي انا وراجلي وجلست معاها وتعاونت معاها واخا ما تنعرفش ورجعت وخليتها فرحانه بيا وهي كتقول بلي انا ربي عوضه واخا بناتها بعادات انا كنت كنقوم بداك الواجب. راجلي قلت ليه بلي انه اذا انت دابا غادي خليني انا نهز من الدار شحال من حاجه ونمشي نجلس مع ميمتك بيد ما تجي.
هو ما بغانيش نهز من الدار حيت تيقول هذه شحال وانا كنوجد انا وماما، ويجي هو يهز ويعطي لمو فما جاتش. لكن اصريت عليه وجمعت التلفازه والفران وشي حاجات اللي قسم الله من معن وديتهم. ما عنديش مشكل انه داري اصلا تبقى خاويه، كل شيء غادي يجي مع الوقت. وزيدون راجلي مسافر، فمشينا تقدينا لهم في الهري داكشي الخاص وديناه ليهم. وهذا الشيء درته انا وياه وحنا في ضائقه ماليه ماشي لاباس علينا، ولكن تنقولوا ماشي مشكل حتى شي حاجه في الوالدين ما خساره. ولكن انا بقات فيا عجوزتي وشيخي لانه سنين هما عايشين مع خوتهم في ديك الدار، خصوصا عجوزتي اختها اللي كانت مزوجه بنسيبها في ديك الدار وحاضيه ليهم ولادهم وتسقي ليهم وتقابل لهم كسيبه وتوكل وتشرب وجمع عليهم وليداتهم، وفي الاخير خرجوها طويله. حنا طبطبنا عليهم انا وراجلي. راجلي مشى في حاله وخليته فرحان وفخور بيا، لا هو ولا حتى والديه. اللي مشيت دابا وجلست معاهم واحد شويه وصغات راسي وكنتعلم معاهم العيشه في العروبيه بين ما يجي راجلي ونرجع للمدينه. انا قريت وتعذبت على القرايه ديالي وعاشت في المدينه وخليت خدمتي وسمحت في كل شيء، ولكن بما انه ربي عطاني عائله وراجل اللي هو مزيانين فما بغيتش انني نحكر، مع العلم انني تنعاني مع عائله ماما. واش انت قريتي باش انا كتسكني في العروبيه وباش تجلسي من الخدمه؟ وانا اصلا ما عنديش مشكل، ما حدي مرتاحه مع راجلي وفرحانين حنا بزوجنا، هذيك هي الدنيا وما فيها. راه احسن حاجه في الحياه هي يكون عندك استقرار نفسي، النفسي ماشي المادي، النفسي. راه الاستقرار النفسي هو اللي يخليك دير الاستقرار المادي. واحسن حاجه في الحياه انا كننصح بها البنات، اي مشكل يبقى بينك وبين راجلك، ماماك الا شافت واحد النظره خايبه على راجلك ما عمرك ما غتمسحيها لها، وماماه كذلك ما عمرك ما غتمسحي النظره ديال الخايبه على واحد اخر. الوالدين علاقتكم بيناتكم، تقاتلوا بيناتكم، تضربوا بيناتكم، تضحكوا بيناتكم، وجدوا لهم غير زوينه، اما الخايبه خليوها بيناتكم باش ما تحقدوش القلوب على بعضياتهم. صبري مع راجلك، صبري معاه، محد ان الراجل ما يكونش كيدلك، تشوفيه كيفيق واخا كينقل الشيء، شوفي راجلك كيفيق كيخرج كيخدم وكيجيب لك كل شيء بين يديك، ماشي مشكل. خلي راجلك يعطي لوالديه، عطيت انت لوالديك، الوالدين ما كيتعوضوش، الوالدين راه كيمشيو ما كيرجعوش. راجلك راه غيبقى لك حياتك كامله، ولكن والديه ما غيبقاوش. الوالدين بهم كنزيدوا للقدام. خلي راجلك يعطي لوالديه، عطي انت لوالديه، واخا تكون عندك حاجه وحده قسميها على جوج، خدي النص وعطيهم النص، كيما والديك كيما والديك، كيما تبغي الماما كيما تبغي الماما. ما تعمريش هضرت راسك بالهضره د الناس، فلانه ولدات، فلانه دارت، فلانه خرجت، فلانه لبسات، فلانه راجلها جاب لها الدفوع، فلانه راجلها. شوفوا انا قسما بالله درت العرس بسيمانه واحده، بنت من عائلتي دارت عرس ب30 مليون، وانا درت عرس تقام عليا ب4 المليون، وبنت واحده اخرى تقام عليها ب10 المليون، وكانوا كيقارنوني بيناتهم. شوفي فلانه جابت ودارت ودارت، شوفي وما كنعمرش راسي بهادشي، شوفي راجل فلانه جاب لها الذهب وجاب لها. وفي الاخر فاش جلسنا وشافوا احسن عرتاز، لقاو ان عرسي داز احسن عرس. قسما بالله اختي اميمه، علاش؟ بواحد الرضا وواحد القناعه درته. ما تعلقت فين تفلقت، ما تقاتلت، درت داكشي على جهدي، ما دخلت للربا، ما دخلت المحرمات، سلفت على قد جهدي اللي نقدر نرد. وفرحات بيا ماما وفرحنا بكل شيء، وداز داكشي زوين وبسيط جدا. راجلي ما تشرطت عليه لا شنو عندك لا شنو ما عندكش، لا غتعيشني غناكلو انا وياك طرفة الخبز، قد بالكرا ديالك وبالما والطو ديالك، ندخلو الكريدي، لا انا ما بغيتش الكريدي. الربا ما تدخليهاش لدارك، ما تدخليش الربا لدارك، طيري تنزلي، الربا ما عمرها ما تدخل لدارك. ما يوسوسلكش شي واحد لا غير ديري دارك وفين ولا وقعات ولا وقعات، فاش توقع ربي غادي يدير لها خير. نهار توقع شي حاجه ما توقعش عندك دار، ربي اللي كاين، ما كاينش العبد. ما كاينش شي حاجه سميتها عندك توقع لك لا خصك تاخذ احتياط، لا، عيشي على جهدك، خبعي شويه بشويه، جمعي راجلك بشويه بشويه، خلي راجلك ياخذ راحته، ما تحكريش بزاف الحاجات. اعطي الراحه لراسك، اي بنت كتسمعني تعطي الراحه لصحتها وتعتني براجلها. الا عطيتي المحنه غتلقاي المحنه، عطيتي العكس غتورثي العكس، عطيتي الخايبه غتلقاي الخايبه، عطيتي الزوينه غتحرتي الزوينه. تقدري ما تحرتيش هادشي في العام الاول الثاني الثالث، ولكن ربي راه غيعوضك واحد النهار. انا هذه هي نصيحتي للبنات. اي بنت عندها شي مشكل في شي حاجه ما تحشمش من راجلها،
جلسي انت وياه تناقشوا تواجهوا، جري على راسك. عندك شي مشكل في علاقة جري على راسك، ما تخليش راسك تكرهك ديك الراجل ولا تكرهيه. اي مشكل كاين ناقشوه تحلوه. على حقاش ولينا كنشوفوا واحد طلاق لواحد الدرجه اللي هي كبيره بزاف، وهذا الشيء وحق الله حتى كيضر في الخاطر. بشويه البنات الناس سيروا بشويه، ما تقوليش فاتني التران، ما تقوليش فاتني. وشوف، واحسن حاجه باش غنختمها، باش ما نطولش عليك بزاف وباش ما نكثرش عليك بزاف وباش تجي غير حلقه واحده، حيت عارفه انا من المتابعين اللي كيتجننوا الى جاو 2 حلقات. واخا انا فاهمك ولكن كنبقاو مشوقين بزاف. سيروا طريق الله، طريق الله وكل شيء بيد الله. وشويه ديما فوق من اي حاجه وقعت، ربي انفاس معك، ربي حداك، ربي كيشوف، ربي كيشوف، ربي كيشوف. ماشي مشكل، ربي كيشوف. ديما هاد الهضره بقيتي تعاوديها في راسك لاي بنيته غتسمع هاد القصه ديالي. كنتمنى لك التوفيق في حياتك، وكنتمنى لكم تدعيو معايا بالشفاء على ما يرجع راجلي ان شاء الله من الصفر، يلقاني تشافيت وتعافيت ونكمل حياتي حتى انا كإنسانة طبيعية. حتى أنا ما كانش ساهل عليا أنني نعاني بهذا الشيء. راه بنت وباقي دازت عليك 4 شهور، باقي ما دخلتيش، باقي يعني إحساسي بيني وبين راسي راه ربي اللي عالم به. ولكن دائما كنقول الحمد لله، دائما ومصبقة كما قلت لكم، أنا ديما مصبقة الله على أي حاجة. هذه كانت حكايتي، وهذه كانت حكاية نور يا سادة يا كرام. تعلمنا 2 دروس أو 2 ديال العبر في حلقة اليوم. ما كرهتش في الأخير أو في التعليق لتحت تقولوا لي اشنو هما اللي واضحين وباينين. فدمتم في رعاية الله وحفظه، تلقاو في الحلقة المقبلة إن شاء الله، وسلام. سلام.